مرحبا بكم في فيديو اليوم، حيث نستعرض لقطات استثنائية أثارت إعجاب الملايين. تخيلوا معي مشهدا غير اعتيادي. الملك محمد السادس يتجول في شوارع باريس برفقة نجليه، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة لله خديجة. مشهد بسيط لكنه حمل رسائل عميقة. شاهدنا الملك وهو يعدل وشاح ابنته بحنان في لافتة أبوية أذابت قلوب المتابعين، ورأينا ولي العهد يلتقط صور سيلفي للعائلة في جو من المرح والعفوية. لكن ما لفت الأنظار حقاً هو المظهر الصحي الجيد للملك، فقد ظهر مستقيم القامة دون الحاجة للعصا التي اعتاد استخدامها مؤخراً. مشهد طمأن الكثيرين على صحة الملك. هذه الجولة العائلية في شارع دوباك الراقي بباريس، بعيداً عن البروتوكولات الرسمية، أظهرت جانباً إنسانياً من حياة العائلة الملكية. فالملك رغم مسؤولياته الجسام هو أب يعيش لحظات عادية مع أبنائه. انتشرت الصور كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المغاربة عبروا عن إعجابهم وحبهم، داعين للملك بموفور الصحة والعافية. ختاماً، هذه اللقطات البسيطة حملت رسائل عميقة عن الأبوة والعائلة، وأكدت أن الملك رغم مكانته هو إنسان وأب قبل كل شيء. شكراً لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من المحتوى المميز.